حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. ملف كركوك والإدارة الجديدة، الكثير من المعرقلات التي تواجه الإدارة الجديدة، التنسيق ما بين عمل مجلس محافظة كركوك وما بين الإدارة. المقاطعون لمجلس إدارة كركوك من الأعضاء الفائزين، ما هي الشروط إضافة إلى توزيع المناصب الإدارية في محافظة كركوك، انعكاسات المقاطعين والانقسام داخل المكون العربي والكتل والأحزاب العربية فيما بينها وانعكاسها على ملف الانتخابات القادمة. كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو في هذه الحلقة. دكتور ناظم الشمري رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. وأيضا السيد شيرزاد صمد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. خليني أبدأ وياك دكتور ناظم في عمل إدارة محافظة كركوك مضت تقريبا 5 إلى 6 أشهر. لا يزال المقاطعون مقاطعين لعمل إدارة المجلس رغم أنهم منتخبون من قبل الناخبين ولديهم أمانة يجب أن يمارسوها في مجلس محافظة كركوك. أيضا هناك العديد من الملفات الخدمية وكثير من الأمور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفنا الكريم ولجمهوركم وجمهور قناتكم الموقرة قناة كركوك الفضائية. اليوم أنت تعرف أنه تشكيل حكومة كركوك الحالية جاءت بطريقة غير، احنا كمعارضين لتشكيل هذه الحكومة نعتقد أنه تشكيل هذه الحكومة تشكيل غير طبيعي وولادة قيصرية. وللأسف أنه احنا ما كنا نتمنى أنه تتشكل إدارة كركوك بهكذا طريقة وبهكذا أسلوب وبعيدا عن محافظة كركوك. كركوك وضعها الأمني مستقر، كركوك آمنة مستقرة، وما كان مقبول أنه تجرى جلسة انتخاب رئيس ومحافظ كركوك بعيدا في العاصمة بغداد وفي يوم عطلة وفي فندق. وهذه الآن كثير من جمهورنا العربي بالتحديد الجمهور التركماني، قسم من الجمهور الكردي يسمي هذه الحكومة حكومة الفندق أو حكومة فندق الرشيد. لكن دكتور عذرا المقاطعة، مدام هو أمر غير مخالف للدستور وأمر تم برعاية رئيس الوزراء أو من ينوب عن رئيس الوزراء اللي بوقتها كان الدكتور محمد تميم، إذا لا لم ينوب أحد عن رئيس مجلس الوزراء في فندق الرشيد، هذه معلومة غير صحيحة، هاي معلومة كاذبة حشاك. لم يكن هناك أحد ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء في تلك الجلسة، وإنما ولكن رئيس الوزراء كلف الدكتور محمد لم يكلفه ولا يوجد هكذا تكليف أصلا. ولم يكن موجودا الدكتور محمد تميم في فندق الرشيد، ولو كان موجودا لظهر في الإعلام. ولكن أعضاء عضو حزب تقدم كان أحد يعني هو أعضاء مجلس محافظة كركوك، وبالتالي ممكن أن يكون هذا العضو هو مخول من حزب تقدم ومن قبل الدكتور محمد. أما دكتور محمد تميم لم يكن موجودا في فندق الرشيد آنذاك. إذن كان معارض أم مع هذه التشكيلة؟ لا أكيد هو معه، ولكنه لم يكن موجودا في الفندق ولم يكن ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء في فندق الرشيد، هذه حقيقة. اليوم احنا كان خطابنا، يعني احنا كهيئة رأي عربية كان خطابنا من فترة يعني ما بعد الانتخابات مباشرة، كان خطابنا واحد ولا زال نفس هذا الخطاب، انه حكومة كركوك لها وضعها الخاص، كركوك عراق مصغر، كركوك لا تدار من حزب واحد، كركوك لا تدار بصفقات بين حزبين أو 3، كركوك لا تدار بمكون
أو مكونين. كركوك فيها مكونات 3 رئيسية فضلا عن المكون المسيحي. كركوك فيها أحزاب عديدة. أعضاء مجلس محافظة كركوك 16 عضوا يمثلون أحزاب واتجاهات مختلفة. كانت وجهة نظرنا ومطلبنا ومطلب رئيس المجلس الوزراء أيضا أن تتشكل حكومة تضم الجميع بدون استثناء وبدون إقصاء وبدون تهميش. سوف أعود عليك في نقطة الآن تشكلت حكومة ما بعد التشكيل، لكن خليني أخذ تعقيب من أستاذ شيرزاد صمد على حكومة الفندق. هي حكومة الفندق وليست برعاية رئيس مجلس الوزراء، وهي حكومة مشكلة من طرفين فقط دون الأطراف الأخرى التي تمثل محافظة كركوك. شنو ردك أستاذ شيرزاد؟ أولا مساء الخير للجميع، ونرحب بأستاذ ناظم وجوده معنا اليوم كي نناقش هذه الملف، ملف حساس ويهم جميع مواطني مدينة كركوك. بعد مرور أكثر من 5 أشهر أو ما يقارب 6 أشهر تم تشكيل هذه الحكومة، ولا يزال موجود خلافات حول كيفية التشكيل، و آراء أستاذ ناظم محترمة، هذا يعبر عن رأيه، ولكن ما دام برنامج حضرتك مسمية بصراحة يقولها بصراحة في ظروف عراق دائما موجود صراعات أقليمية، وموجود تدخلات أقليمية، موجود تدخلات خارجية أيضا. في ظرف كركوك كانت ولا يزال موجود تدخلات من خارج المحافظة، أي من محافظات الجنوبية موجود تدخلات على الأحزاب الموجودة في مدينة كركوك، وأيضا موجود تدخلات إقليمية على هذا. يعني كانت الصراع هكذا. يعني تم إجراء انتخابات، الحمد لله نجح الانتخابات، وكل تحالف أو حزب حصل على مجموعة من المقاعد. يعني لتشكيل الحكومة يحتاج تحالف أو تكاتف بعض الأحزاب السياسية. هذا هو العملية الديمقراطية وتشكيل الحكومات، في سواء كانت حكومات مركزية أو حكومات محلية، يحتاج إلى تحالفات. هذا ما يسمونه تآمر، ليس تآمر. وقضية تشكيل الحكومة في فندق رشيد، يعني كركوك ليس المحافظة الوحيدة التي ديالى أيضا تشكلت حكومتي خارج مجلس المحافظة بسبب ظروف، يعني هذه الظروف يحتاج يعني كي لا يكون مشاكل أكثر. يعني يتكلمون تلك الأحزاب. أنا لا أقول أستاذ ناظم قال نحن من المعارضين، يعني حسب نفسه على المعارضين. يعني آراء المعارضين على تشكيلة الحكومة وعلى تلك الإجراءات عموما، يعني آرائهم واضح، ولكن يعني حقيقة هو تم تشكيل هذه الحكومة نتيجة تحالفات، نتيجة عملية ديمقراطية وليس تآمرات. لا يوجد تآمرات في هذا الشكل. يعني الآن المعارضين هم 7، وأيضا حاولوا محاولات كثيرة، استمعوا في مصير صلاح الدين. خلي يكمل. هاي النقطة مهمة. يعطون حق لنفسهم تلك الأحزاب ال7 أو المقاعد ال7، يعطون حق لنفسهم، يذهبون إلى مصير صلاح الدين ويهمشون دور السيد وصفي العاصي العروبة، ويهمشون دور الاتحاد الوطني الكردستاني، ويهمشون دور بابليون، ولكن لا يعطون الحق لتلك الكتل أن يجتمعوا. تم استماع كركوكي ممثل جميع المكونات موجودة في هذه الحكومة. موجود حزب مثلا يقول أنا ممثل العرب ككل، لا، يعني العرب فازوا يعني كان لديهم 3 كتل سياسية أو 4 كتل سياسية دخلوا الانتخابات، ونتائجهم القيادة من العرب، محسوب على العرب، التحالف العربي والعروبة. هذا واضح. يعني التشتت موجود داخل، أيضا التشتت موجود داخل الشارع الكردي. لا يمثل حزب واحد يعني مكون ككل. يعني المكونات الأحزاب الموجودة داخل هذا التحالف أو تحالف قيادة كركوك، تحالف إدارة كركوك، منوعة، فيها تركمان وفيها عرب وفيها أكراد، والمعارضين أيضا فيها العرب والتركمان. يعني هذه تقسيمات حزبية موجودة، ليس تقسيمات مكوناتية. خليني أثرت نقطة سيد شيرزاد، خليني أطرحها على الدكتور. دكتور، ليش عليكم حلال على غيركم حرام؟
ليش انتم تروحون اذا المصيف صلاح الدين هم مو انا لا قصدي يطرح الفكره، احنا ما نتبنى الاعضاء 7. نعم المعارضين. ليش اذا على اربيل واذا على حزب ليش التحالف مع اربيل حلال؟ احنا اخترنا ليش حرام؟ يعني هي هنا الفكره. بعدين كل تشكيله حكومه هي مساله ارقام، تعرف انت جنابك، مساله ديمقراطيه حكم الاغلبيه. انا حصل نصف زائد واحد، هسه شلون حصلت النصف زائد واحد؟ حصلتها بمكاسب، حصلتها بمناصب، لكن انا وصلت النصف زائد واحد، وهذا الشيء لو انت كنت تقدر له كنت تسويه، ما تنتظرني. فليش انت هسه تتهمني بالتآمر لان انا قدرت احصله وانت ما قدرت تحصله؟ تفضل. اول شيء انا لست مدافعا عن الطرف العربي نعم. الحليف الى اربيل، وايضا عبر قناتكم الكريمه ورساله الى الجمهور العربي. لازم يعرف الجمهور العربي انه اعضاء مجلس المحافظه العرب السته انقسموا الى قسمين، قسم متحالف مع الحزب الديمقراطي وقسم متحالف مع حزب الاتحاد الوطني. واحنا كهيئه راي معارضه للاتجاهين. احنا لو كان ناجح الاتفاق الاول مع الحزب الديمقراطي كان موقفنا نفس الموقف. طيب انا لست طرفا انا لست هنا ادافع عن الحلفاء. اثرت نقطه دكتور، عذرا المقاطعه. اليوم العرب 6 مقاعد، 6 مقاعد للعرب. ما يمثلون العرب نفسهم؟ شوف اقول لك استاذ العزيز، وهذه ايضا الى جمهورنا العربي. اليوم اعضاء مجلس المحافظه العرب 6، ولكن في حقيقه الامر اعضاء مجلس العرب ال6 5 منهم غير مستقلين، 4 منهم هم حلفاء للاتحاد الوطني في الماضي والحاضر والمستقبل، واحد الاعضاء هو حليف دائم للحزب الديمقراطي. يوجد لدينا عضو مجلس محافظة عربي واحد هو المستقل، ولا تقول لي منو الأسماء لأن هاي تدخل بها إشكاليات أخرى. نعم. والجمهور العربي هو يعرف هذا الشيء. أنا شخصيا أنا لست معارضا للحكومة، وإنما معارض للطريقة التي تم فيها تشكيل الحكومة. وقبل أيام عندما زار أحد قيادات الإطار التنسيقي كركوك، أنا شخصيا يعني شخصي عرضت عليه مبادرة. هذه المبادرة أن يتبناها ذلك الضيف ويعرضها على مجلس إدارة الدولة، وأنه معيبة بحق مكونات كركوك أنه تلجأ إلى القضاء وإلى المحاكم، وحكومة كركوك بهذا الشكل. فكان عنوان هذه المبادرة أنه يتم تجميد المحكمة ويتم هناك إعادة تشكيل حكومة كركوك، ولكن وفق الاستحقاق الانتخابي. وفق الاستحقاق الانتخابي اليوم الجميع يعرف أن الاتحاد الوطني هو عنده 5 مقاعد، التحالف العربي وكتلة السيادة عندهم 4 مقاعد، ولكن أحد الأعضاء انشق منهم، والجبهة التركمانية مقعدين، الحزب الديمقراطي مقعدين، وكتلة عزم مقعد واحد، وكتلة المسيحي واحد. هذه خريطة المكونات كركوك في مجلس المحافظة. كانت وجهة نظرنا ولا زالت أنه كركوك يعني لا تقبل القسمة على 2. كركوك لا تقبل اجتثاث أو إقصاء أي مكون. لكن أنا شخصيا أنا أقول عتبي على الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني هو يمثل الأغلبية الجماهيرية في كركوك، هي الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني حزب الاتحاد الوطني كان يمكن أن يلعب دور الأخ الأكبر، ولكنه أن يتخلى عن هذا الدور ويقوم بدور حشه دور الأحزاب الصغيرة والتحالفات الجانبية والصفقات الغير يعني مقبولة. هذا هو عتبنا على الاتحاد الوطني. من يستطيع أن يقصي الاتحاد الوطني من حكومة كركوك؟ خلي يقعدون بصلاح الدين ولا يقعدون بأي مكان. لا يستطيع أي حزب أو أي مكون أن يقصي حزب الاتحاد الوطني من محافظة كركوك، من إدارة محافظة كركوك، وهو الحزب الأكبر، وهو الحزب اللي يمتلك 5 مقاعد. هذا التخوف ما كان مقبول من الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني يفترض أن يكون عنده ثقة بجماهيره، ثقة بنفسه، ويقف على مسافة واحدة من جميع المكونات ويقود تشكيل حكومة كركوك
دون يفترض يمثل هاي النظرة اللي احنا او اللي انا اللي اطرحها، انه يقول احنا الكتلة الاكبر، ولكن لا نذهب ونشكل حكومة بفندق ولا بغير مكان، ولا نشكلها في كركوك بإشراك الجميع، ولا يستطيع أحد أن يقصي الاتحاد الوطني. لكن تخوف إدارة الاتحاد الوطني من كركوك، من إقصائهم من إدارة كركوك، هذا الاستعجال ذهبهم دعاهم إلى أن يعقدوا صفقة مع بعض الأعضاء المنشقين ماكو استعجال، هي بالساعات الأخيرة بآخر لحظة تم التشكيل. لا يستطيع. أنا أقولها يعني، وهي رسالة أيضا يعني كان الكثير متخوف أن يذهب إلى المجهول، أن تلغي الانتخابات، أن تعاد الانتخابات، فبالتالي بالساعات الأخيرة حصل ما حصل. كانت هناك محاولات كثيرة لإعادة. نعم، خلينا نشوف رأيك سيد شيرزاد. سيد شيرزاد، ليش ما أخذتوا دور الأخ الأكبر؟ كانت مفاوضات تجري في لتشكيل الحكومة آنذاك في حينه برعاية السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأيضا برعاية ائتلاف إدارة الدولة في بغداد. يعني كانت جميع الاجتماعات جرت في بغداد، اجتماعات سواء كانت ثنائية، يعني تم اللقاء مع أكثر من لقاء من قبل الأحزاب العربية بوحدهم كمستمعين كثلاثة أحزاب. يعني تمت اجتماعات كثيرة، يعني ليست ولادة حكومة مدينة كركوك ولادة قيصرية دخل اللي صارت العمليات وولدت في بغداد، كانت استنتاج لجميع الاجتماعات التي جرت، وبرعاية سيد محمد شياع السوداني وائتلاف إدارة الدولة في بغداد. وعلى نفس الشكل تم تشكيل، لم تكن برعاية السيد رئيس الوزراء، ولم تكن، هذا واضح جدا، وكان ممثلها موجود في حينه. أنا ناسي اسمه أستاذ ناظم، أنا هسه حاليا أنا نسيت اسم ممثل سيد رئيس الوزراء كان موجود داخل فندق رشيد. أنا لا أتكلم عن فندق رشيد، أنا يعني أستاذ ناظم قال كان واجب من للاتحاد الوطني الكردستاني أن يكون دورها دور أخ أكبر. الدور الذي قدمه ولا يزال يقدمه الاتحاد الوطني الكردستاني المضحي الأكبر في هذه القضية، له استحقاق، والأكثرية المطلقة في مدينة كركوك كانت هناك أيادي واضحة ليس أقولها خفية. يعني السيد هاكان فيدان كان يشرف على هذه المجموعة، التحالف العربي والبارتي والجبهة التركمانية، كانت يذهبون إلى أنقرة. يعني كانت الصراع، نحن اخترنا العراق، هذه الكتل اخترنا أن يكون بغداد هو مركز قرارنا واجتماعاتنا وولادة حكومتنا في مدينة كركوك، ولكن هم ولا يزال يساندون على دول إقليمية. بالضبط التدخل التركي في مدينة كركوك له تاريخ عريق في مدينة كركوك، وتدخله في ولاية موصل له، وهذه الأحزاب السياسية الذي يمثلها السيد خميس الخنجر والسيادة وكذا وكذا، كلهم لديهم ارتباطات وثيقة قوية أكثر ما لديهم ارتباطات مع الحكومة الاتحادية في نعم. ولاءاتهم لتركيا وليس ولاءهم لحكومة، ومعاداتهم للسيد محمد شياع السوداني كانت يريدون ليس فقط فشل الاتحاد الوطني الكردستاني وتهميش دوره، ولكن بالضبط كانوا هم يريدون أن يهمشون دور السيد محمد شياع السوداني، يعني يعادون السيد محمد شياع السوداني، ولا يزال يعادون هذه الحكومة في أعمالهم، في تصريحاتهم، في ولاءاتهم، في جميع أمورهم. هكذا يعني هذا هو صراحة الموضوع. يعني ليس مشكلة بيني أنا وأستاذ ناظم وبين السيد فلان والسيد فلان أكبر في مدينة كركوك. نعم. الموضوع أكبر، فلنقرأها بقراءة واضحة بشكل واضح. نعم. سيد شيرزاد، الاتحاد الوطني حتى لو كان له عمق استراتيجي، حتى لو كان له تدخل أو يسمح بتدخل، يقول لك أنا مخلي بغداد تتدخل بي، وبغداد يعني العراق، أنا ميولي بغداد، مرجعيتي بغداد، عكس الأحزاب الطرف الآخر اللي مرجعيته أستاذ عامر. هاي من يخاطبون شارع كركوك يقولون إحنا عراقيين، أنتم عملاء، إحنا اخترنا بغداد ولا يزال نختار بغداد، ونساند حكومة السيد محمد شياع السوداني، وأيضا جميع المناصب. يعني في تقسيم المناصب لا يزال أكثرية المطلقة لمناصب ووظائف في مدينة كركوك، والتوظيف للمكون العربي والتركماني والمكون الكردي لا يزال هو الثالث.
في هذه المدينة. هذه اتهامات بين الأحزاب واضحة، أنا يعني لا شأن لي فيها. أنا سياسي عربي مستقل، لست طرفا مدافعا عن الحلفاء تركيا ولا حلفاء إيران ولا حلفاء أي جهة. نعم. ولا حلفاء اليكتي والبارتي. أنا أمثل وجهة نظر مستقلة. دوري هو إنصاف مكونات كركوك. دوري هو نتكلم عن انصاف مكونات كركوك. شلون شفت توزيع المناصب دكتور ناظم؟ كرأي توزيع المناصب اليوم في محافظة كركوك، هل كان وفق الاستحقاق الانتخابي أم كان مراعاة لمكونات كركوك؟ يعني أنا الله يكون بعون السيد ريبوار على هذه التشكيلة التي فرضت عليه. نعم. اليوم هناك عناصر غير كفؤة، عناصر عليها شبهات فساد، عناصر عليها اليوم اختيار الكثير من فرضت على السيد ريبوار من قبل الأحزاب؟ نعم، فرضت عليه أقرباء المسؤولين، أصدقاء المسؤولين العرب. توزيع بالنسبة احنا كمكون عربي، التوزيع على أساس عشائري، التوزيع على أساس شخصي. أقرباء المسؤولين هم الذين تولوا المناصب. نعم. الأصدقاء ما بقى حتى على مستوى العشيرة، صار على مستوى العائلة. فاليوم احنا كمكون عربي أحدثت هذه الصفقة وتشكيل هذه الإدارة أحدث انقسام عربي. اليوم تم إقصاء كثير من العشائر، تم إقصاء كثير من العناصر الكفؤة. من يمكن أنه الأفضل أنه تقدم العناصر الكفؤة لإدارة والنهوض بواقع المحافظة، لكنه السيد ريبوار اليوم هو يعني أسير هذه الشخصيات التي فرضت عليه. مقاولين، تجار، شبهات فساد. هذه الإدارة اليوم إدارة عرجاء، لا يستطيع السيد ريبوار أن ينفذ حتى البرنامج الذي كان يؤمن به، لأنه هناك شخصيات فرضت عليه ولا يستطيع لطبيعة وضع المجلس. ولو كان المجلس يعني الحكومة ما متشكلة من 9 أعضاء، لو كان مشكلة من 16 عضوا لكان هناك مساحة أوسع للسيد المحافظ أن يقوم بدور إصلاحي. أما أنت تتهم الإدارة السابقة، تتهمها بالفساد وتتهمها بالعشائرية وتتهمها بالإقصائية، واليوم تجيب نفس العناصر اللي كانت تعمل مع الإدارة السابقة وتخليها تتولى أكبر المناصب في هذه الإدارة. هذا أشوفه غير صحيح، والضحية بالأخير راح يكون السيد ريبوار. وأنا أقولها عبر برنامجكم أنه الخاسر الأكبر من كل هذه الصفقة هو الاتحاد الوطني بالدرجة الأولى، والسيد ريبوار محافظ كركوك بالدرجة الأولى، لأنهم قبلوا بإدارة فرضت عليهم، استعجلوا، وكان يفترض أنه ينتظرون ويكون لهم ثقة بأنفسهم وبثقة بجمهورهم وبثقة بواقعهم. ولا يستطيع، وأكرر وأقول لا يستطيع أحد أن يقصيهم مهما كانت التدخلات، مهما كانت التدخلات. عامل الوقت وحسم المحكمة أو محكمة الإدارية في بغداد، بالتالي احتمال التحاق المقاطعون، فراح تكون هناك أريحية بمجلس محافظة كركوك. 16 نائب يداوم بالمجلس، فراح تكون مساحة أوسع للسيد ريبوار بالتحرك بعد. لا أستاذ، يعني المقاطعون الآن صحيح هم ينتظرون قرار المحكمة، ولكن حتى وإن أصدرت المحكمة قرار بقانونية الحكومة أو شرعية تشكيل الحكومة، بالنسبة للمقاطعين راح يجي يوقع ويطلع. ما يعنيه عمل المجلس ولا يعنيه عمل الإدارة الحالية، ويقول لك أنا أكمل 3 سنوات مقاطع ومعارض. وبالتالي اليوم مجلس محافظة كركوك يعني مجلس شبه معطل من مجموع 9 أعضاء. إذا عضو واحد ما كان راضي، ما كان مزاجه يعني طيب، ما يحضر الجلسة، تبطل الجلسة. وأنت تعرف اليوم مجلس محافظة كركوك عاجز عن عقد أي جلسة. اليوم باستطاعة أي عضو من أعضاء مجلس المحافظة 6 أن يبتز مجلس محافظة، أن يفرض شروط على أعضاء مجلس محافظة، لأنهم لا يستطيع لا تقبل القسمة مجلس محافظة على 2. إذا غاب عضو واحد تعطل المجلس. فبالتالي أنا كعضو أنا ممكن أفرض أي شروط
كل اسبوع كل جلسه افرض شرط على اعضاء المجلس يلا احضر، وبالتالي هي عمليه صفقه منذ البدايه. ما كان ينبغي للاتحاد الوطني ان يدخل بهكذا صفقه ويشكل حكومه احنا نعتبرها حكومه عرجاء، حكومه غير متكامله. كنا نتمنى ان الاتحاد الوطني يقود الاعضاء ال16، هو يملك الثلث، يعني من مجموع 16 هو له ثلث اعضاء مجلس المحافظه، فبالتالي كان هناك عنده صعبه دكتور حريه وعنده مساحه باي حكومه أكبر يصير اجماع على شخصيه. لكن خلينا اثرت نقطه مهمه، خلينا نشوف سيد شيرزاد، هل فعلا السيد ريبوار هو اسير الاحزاب السياسيه؟ هل فعلا السيد ريبوار طه اليوم هو محصور بسبب اعضاء مجلس المحافظه التسعه فقط؟ اذا ينسحب واحد يخل النصاب، بالتالي السيد ريبوار مجبور ان يمشي وراء اوامر اعضاء مجلس المحافظه. سيد ريبوار طه، كل احتراماتي للسيد المحافظ، الان هو يلعب دور كلش كفؤ وجيد بشأن سواء كانت في مجال الخدمات أو في التوازن والوقوف بمسافة واحدة مع الجميع، ويدير هذه الملف السياسي في مدينة كركوك، ويدير ملف الاجتماعي وملف الخدمات. أنا شخصيا كرأي شخصي أثمنه، يعني أقدره بهكذا شكل، يعني شاب يعني يقوم بشيء تاريخي في مدينة كركوك. أول مرة في تاريخ مدينة كركوك يتحالف ويتكاتف فيها جميع المكونات، ممثلي جميع المكونات. وين؟ نعم موجود. أخي العزيز هسه أستاذ ياوز خلي حزب الديمقراطي غير موجود. حزب الديمقراطي الكردستاني هذا خلاف ينقل خلافات أقليم كردستان إلى مدينة كركوك، ولا يهمه مدينة كركوك، وفقط دوره دور يعني أنا شرحته لا يعيد. دور الحزب البارتي دور يعني شعب كركوك هم يعرفون شنو دوره. أنا يحكي على دور سيد المحافظ في إدارة هذا الملف. يعني الآن هناك استقرار أمني واستقرار سياسي في مدينة كركوك وازدهار في مدينة كركوك، وخدمات موجودة، وموجود ممثلي أكثرية الأحزاب الفائزين. أستاذ ياوز من الجبهة التركمانية، عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية كان يشغل هذا المنصب، وأستاذ فلان من التحالف العربي، وأستاذ فلان من ذاك. يعني الآن موجود ثقة بين المكونات، يعني أكثرية الكتل المشاركة من التركمان. يعني أستاذ غريب عسكر ما يمثل التركمان، مو ينوب التركمان في مجلس الوطني في بغداد، في برلمان بغداد. الآن يعني السيد محمد تميم شغل جميع الحكومات، شغل مناصب عالية ويمثل مدينة كركوك، وقدم ما قدم لأهالي كركوك وللحويجة وللعرب في المنطقة. يعني بس أستاذ راكان هو المعارض. ليش هو كان معارض؟ يعني أنا هم أنتقد أستاذ دكتور ناظم، أنتقده يعني ما شفت رأي عربي، رأي هيئة العربية في 7 سنين كانت يدار هذه المحافظة بشكل مطلق من سيد راكان الجبوري، كان يمثل فقط عائلته. ما شفت رأي هيئة العربية شنو تظل. هسه نشوف قام يحجون العرب على يقولون اكو بقرية 20 موظف، هاي القرية قريبة من عشيرة فلان، والباقي القرى ما بها تعيينات. يعني ما شفت رأي الهيئة العربية في حينه يقول هذا محافظ بوكالة، يعني إنهاء هذا الملف. الآن ينتقدون مجلس محافظة مدينة كركوك. يعني في 7 سنين ما كان عندنا مجلس محافظة، الحمد لله الآن موجود. في 7 سنين ما كان عندنا محافظ، كان يدار بوكالة، الآن عندنا محافظ. في 7 سنين ما كان يمثل. يعني البارتي اللي حضرتك تقول البارتي ما موجودة بهاي الحكومة، البارتي 7 سنين ما كان موجودة بالحكومة وياهم. البارتي هو الحزب اللي يعني كان التظاهرات لعودة مقرهم أو استلام مقرهم، يعني كانت السيناريوهات الموجودة كان واضحة. يعني جميع الأحزاب كان مهمشة في مدينة كركوك. السوبر باور كان السيد محافظ بالوكالة السيد راكان. ما سمعنا لا من الهيئة العربية ولا من المنظمات ولا من الأحزاب ولا من الشخصيات يعارضون يقولون هذا ظلم. ما شفنا رأي واضح يقول ليش مناطق الجبور مهمش، مناطق الفلان
ما مهمشه. ليش مناطق جنوب، بعض المناطق في الجنوب بيها تعميرات والبقيه مناطق ماكو؟ هسه الحمد لله يعني اكو حكومه يمثل جميع. نعم، خلينا ننظر الى الامام. يقول السيد شيرزاد صمد اليوم عندنا حكومه، عندنا مجلس، رغم الاخطاء رغم الهفوات، لكن خليها نقطه للانطلاق. خلينا نشوف شلون راح ينعكس على عمل اداره كركوك الجديده. وايضا نقطه مهمه دكتور ناظم، شلون راح ينعكس اللي صار داخل البيت العربي على القوائم العربية بالانتخابات القادمة، خاصة يعني كثير من الضيوف اللي سبقوا حضرتك. وأيضا أشرت أنت نقطة وأيضا أشارها سيد شيرزاد، بأنه انعكاسات الإقليم قاعد تجي على كركوك. فكثير من المحللين مراقبين للشأن السياسي انعكست انتخابات الإقليم على تشكيل الحكومة أو الإدارة المحلية في محافظة كركوك. اليوم ممكن أيضا راح ينعكس هذا الشيء تجاه الجمهور العربي بالانتخابات البرلمانية القادمة. شوف أستاذ، إحنا قبل ما ننتقل إلى ملف الانتخابات القادمة، يعني إحنا لازم أنا والأستاذ الضيف حضرتك اليوم نقدم فد شيء عبر هذا البرنامج الجمهور كركوك بجميع مكوناته. اليوم احنا نقول يعني لا يزال هناك متسع من الوقت. نعم. انه اللي اخطا يصحح هذا الخطا. اني يعني عبر قناتكم الكريمه اوجه رساله الى قياده الاتحاد الوطني انه يجب اصلاح الاوضاع في حكومه كركوك. يجب اشراك الجميع. لا ينبغي ان يسير الاتحاد بهذه السفينه المعطله الى النهايه. الحلول شنو المفروض يسوي الاتحاد الوطني الكردستاني؟ أن يتم إعادة تشكيل حكومة كركوك وفق الاستحقاق الانتخابي بين الأعضاء 16، ولا يتم إقصاء أي طرف. كل عضو يأخذ استحقاقه، كل مكون يأخذ استحقاقه بدون إقصاء وتهميش، لأنه هذه كركوك وإحنا في مرحلة ممكن تكون صعبة. احنا ما ندري ايش باكر شو يصير بالمنطقه. اليوم احنا ما نريد ندخل يصير اي توتر في البلد لا سامح الله، واحنا في هذه الحاله. الخاسر الاكبر هو مواطني كركوك. انا ما ينبغي اسير الى النهايه وانا امشي بطريق خاطئ. اليوم اعاده تشكيل حكومه كركوك وفق الاستحقاق الانتخابي. احنا نحترم الاتحاد الوطني، هو صاحب الاستحقاق الاول، هذا لا يستطيع احد ان ينكره. لكنه أن يتم إقصاء مكون أساسي كالمكون التركماني، أن يتم إقصاء مكون أساسي كمكون التحالف العربي في كركوك، هذا عبث بأمن واستقرار كركوك. هذا غير منطقي، هذا غير مقبول من إدارة حزب الاتحاد الوطني أن يمضي إلى النهاية. خلاص اللي حصل حصل، ولكن بما أنه اليوم الحكومة شبه معطلة، اليوم الحكومة عرجاء، اليوم مجلس المحافظة شبه معطل، لا يستطيع أن يمضي، لا يستطيع أن يعقد جلسات بسهولة. اليوم الواجب على الاتحاد الوطني أن يعود لممارسة دور الأخ الأكبر. الأخ الأكبر اللي يجمع جميع أخوته الآخرين ويجلس ويقف على مسافة واحدة منهم ويعطي كل ذي حق حقه. سيد شيرزاد قال قسم من الاخوان اللي انت ذكرتهم امرهم مو بيدهم، بيد اوامر خارجيه. شوف هذه اتهامات. نعم. لا مو اتهام، واضح استاذ. هذه اتهامات حزبيه، وهذا تسقيط حزبي بين المتنافسين. هم ايضا يتهمونكم بغير اتهامات انا مو طرف بها ولا اريد اذكرها، لكنه ايضا باذن الله انتم تتهمونهم، هم يتهمونكم، لكن احنا مو محل هذه الاتهامات وهذا الصراع طبعا. وايضا احنا ايضا يعني اكرر انه عبر قناتكم انه احنا ايضا نحمل الاحزاب الكرديه انه هذا الانقسام الكردي اللي بالاقليم وبانتخابات الاقليم ينعكس على كركوك. يفترض انه الاحزاب الكرديه مثل ما كانت قبل من تكون مختلفة في الإقليم، ولكن عندما تذهب إلى بغداد يكون هناك رأي واحد. يفترض بالأحزاب الكردية الاتحاد الوطني والديمقراطي أنه الخلافات اللي بينهم بالإقليم هذه خلافات عائلية، من يقعدون بكركوك يقعدون هم طرف واحد
ومن يجلسون بكركوك هم استثمر الآن وجودك 7 مقاعد كمكون عربي دكتور. 7 مقاعد الوقت يفترض انه يكونون هم الاخ الاكبر اثنينهم. نعم. مو يعني قبل لا اختم عندي تعقيب على هذا ويا سيد شيرزاد، ارجع لك سيد شيرزاد، لكن بس انطيني ايش قد اثر ما حصل في كركوك من انقسام بالمكون العربي من ناحيه الاحزاب من ناحيه الكتل على الانتخابات القادمه. اليوم الشارع فقد الثقه بالقوامه والتحالفات العربيه. الشارع العربي واضح، الشارع العربي يعرف أن هناك أشخاص ذهبوا في صفقة، تبعات هذه الصفقة، طبيعة هذه الصفقة يعرفوها هم جيدا، والجمهور العربي واضح، وعقاب هؤلاء يكون بالانتخابات القادمة. اليوم الجمهور العربي يعني واعي ومدرك للخسارة الكبيرة التي تسبب بها الأخوة. اليوم يعني أعطيك مثال، اليوم لا يستطيع الأعضاء العرب في مجلس المحافظة الثلاث أن يفرضوا أو يقترحوا أو يقدموا أي مشروع، لأنه لا يملكون لا نصف زائد واحد ولا نصف ولا ثلث. هناك تخوف عربي من اصدار قرارات باستطاعة حزب الاتحاد الوطني اللي يملك مع حليفه المسيحي 6 مقاعد أن يمرر أي مشروع ودون أن يلتفت ودون أن يأخذ برأي الأعضاء الثلاثة. 3 أعضاء من مجموع 9 لا يستطيعون أن يقدموا شيء للمواطن العربي، لا يستطيعون يقدموا شيء للمكون العربي، ولا يقدمون إلا لأشياء ممكن تخصهم أشياء. كلمة أخيرة، متفائل بمستقبل كركوك في ضوء الإدارة الحالية؟ يعني احنا لازلنا عندنا ثقة، يعني أنا يعني أعتبر نفسي صديق للجميع. نعم. لا تزال عندنا الثقة وبالاتحاد الوطني أن يتدارك هذا الوضع إذا حزب الاتحاد الوطني استوعب أو وعى خطورة ما يجري وعاد ترتيب تشكيل حكومة كركوك. نعم، أنه كركوك تستحق أن من الاتحاد الوطني ومن غيره من الأحزاب أن يتم إعادة تشكيل حكومة كركوك حتى نمضي كطرف واحد وليس أطراف متنازعة ومتخاصمة. خلينا نشوف سيد شيرزاد، اليوم باستطاعة الاتحاد الوطني الكردستاني مع حليفه المسيحي أن يمرر أي قرار دون الرجوع للآخرين. الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يمارس دوره كدور حزب كركوكي وحزب وطني، ويمارس أعماله وعلاقاته مع جميع الأحزاب علاقات جيدة من المعارضين ومن المشاركين. ولكن أنا شرحت، يعني أنا دوري يعني أعرف على العملية الانتخابية ونتائجها. نعم. واشرفت على مجموعة من الانتخابات أقولها الأستاذ ناظم، يعني جميع الانتخابات في مدينة كركوك كانت موجود قوائم مختلفة. قبل ما تنتقدون غيركم، احنا كاتحاد الوطني الكردستاني كأحزاب كردية، نحن والحزب الديمقراطي الكردستاني فقدنا منصب محافظ مدينة كركوك لفترة 7 سنين بسبب مشاكلنا الداخلية وبسبب تشتتنا. هذا اعتراف حقيقي ولازم انتم حضرتكم تعترفون. واحنا ايضا يعني انتم لازم تعترفون. يعني الجمهور العربي يسمع، احنا نحمل اعضاء مجلس المحافظة العرب 6 انقسام المكون العربي، ونحمل الأحزاب اللي وراهم وضع المكون العربي، وإحنا هناك حركة تصحيحية في كركوك خلي أكمل راح تكون هي تعالج هذا الموقف. ونحن أيضا أنتم تاخذوا نفسكم قبل ما تتهمون غيركم. احنا لسنا حلف. هذا كلامي، لا تتهمون الاتحاد الوطني الكردستاني. يعني احنا لسنا الاتحاد الوطني الكردستاني حزب حاول يعني الأحزاب العربية جعلت نفسها في كركوك. بس الأحزاب العربية للأسف في كركوك جعلت نفسها تابعة، قسم تابع أستاذ العزيز، قسم تابع للحزب الديمقراطي. نعم، هذا شأن عربي داخل، لكن خلينا خلي لا يذبون عبايتهم على غيرهم. نعم. يعني هذا حكي واضح. يعني انتم هاي العمليه الديمقراطيه في العراق عموما، يعني دخلنا مجموعه من الانتخابات، 5 انتخابات مجلس الوطني، انتخابات 2 مجالس المحافظات، ما شفت قائمه عربيه موحده، وما شفت قائمه كرديه موحده، وما شفت قائمه تركمانيه موحده. هذه العمليه الديمقراطيه فيها تنوع. يعني هذا ليس حتى القوائم المسيحيه ليس أيضا. يعني مو اتهام. يعني الاتحاد الوطني الكردستاني يدخل الانتخابات، قبل الانتخابات يطالب الأحزاب السياسية. قدمنا ورقة بيضاء لحزب الديمقراطي الكردستاني قبل دخولنا في أي انتخاب،
يعني الانتخابات جرت في مدينة كركوك 3 4 كل انتخابات نقدم ورقة بيضاء للحزب الديمقراطي الكردستاني نقول اتفق ويانا خلي يكون المكون الكردي مكون واحد، خلي ما نخسر مدينة كركوك، خلي ما نخسر مكانتنا في مدينة كركوك، خلي نمثل ككرد ما نمثل كأحزاب ما يجون. سيد شهرزاد نفس الحال حبيبي، يعني لا تتهمون الاتحاد دور إدارة المحافظة الحالية في ضوء هذه التشكيلة حضرتك متفائل؟ نعم متفائل جدا، وأنا أتابع، أنا متابع والمواطنين جاي يتابعون في ناحية الخدمات، في الظرف السياسي، في السيطرة الأمنية موجودة، يعني مجموعة من الخلايا كشفت بسبب وجود آخر عملية مثلا قضية ما يسمونها مغيبون. تدري رئيس الوزراء مشكل لجنة لقضية المغيبين، يعني هم قدموا أكثر من 3000 اسم، هسه باقي 96 واحد مغيب يعني في القائمة، صحيح هم مغيبين. هاي من ضمن الاتفاق اللي جرى على اساس تشكيل الحكومه في كركوك. حكومه مدينه يعني كركوك الان لديه بس محلي بس خل اجيب اطار المغيب. الان يعني اليوم الاعضاء العرب في مجلس المحافظه في موضع لا يحسدون عليه. كانوا على اساس انه تم تشكيل حكومه انه اول ملف يحسم ملف المعتقلين والمغيبين العرب. ملف جد المدينه الاتحاد كركوك قدم 31 اصبر قدم 31 مغيب وهو مو مغيب، 21 مغيب مو من اهالي كركوك، اثنين متهمين بالارهاب، البقيه يعني واحد ضارب الاشاره، واحد ما اعرف ايش، واحد رايح للاقليم ما عنده هويه. المغيبين اكثر من 5000 عربي مغيب في سجون الحزبين الكرديين في اقليم كردستان. هذا الملف يعني احنا يراد له حلقه خاصه لانه هذا الملف يعني نعم. ملف يعني الملف خطير ولا يستطيع الحزب الاتحاد ان يفي احسن اداره الان يعني موجوده يلا اذا تم في شان الامني في شان السياسي في شان الخدمات يعني كله موجود وبمشاركة الجميع. مو يعني أنا ما أمدح المكون الكردي والمحافظ الكردي بوجود أستاذ وصف العاصي مشارك وأستاذ محمد تميم والأساتذة إذا وفيتوا عسكر كلهم يساندون هاي الحكومة. يعني ممثلين من التركمان من العرب من الكرد بس يساندون هاي الحكومة والحكومة. إذا وفيتكم تعهداتكم لحلفائكم في فندق الرشيد، إذا وفيتوا بإطلاق سراح المغيبين وبيضتوا السجون في الاتحاد الوطني وإذا هم وفوا بعراقيتهم وجوا لبغداد وقبل ما يروحون الآن أنا إذا تم إطلاق سراح المغيبين العرب من سجون هذا ملف قانوني أستاذ العزيز، لا بيد الاتحاد ولا بيد غيره يطلق سراح واحد مسجون. ملف قانوني بحث الآن تحت أيادي موجود الملفات في محاكم. أساند هذه الحكومة في محكمة كركوك موجود الملفات، بس كان اكو مفهوم خاطئ مساندتي لهذه الحكومه، كان اكو مفهوم خاطئ يعني يجون سجون من السليمانيه راسا يروحون لبيوتهم وكانوا ذابحين الطليه من يرجعون. يابا هذول المسجونين كلهم يعني ملفاتهم المغيبين هم ذول 31 ملفاتهم موجود في محاكم مدينه كركوك. المغيبين كل واحد عنده مغيب إلى حق يتابعه وإلى حق يعرف مصيره. ولا الآن موجود تفاهم جيد بين حكومة كركوك وحكومة السليمانية. روحوا حاولوا أنتم ممثلين العرب، روحوا حاولوا ويا المتحالفين وياكم بأربيل خلي يتعاونوا وياكم. نعم، واكيد للحديث بقيه حول هذا الموضوع. أنا لست حليفا في حلقات قادمه. نعم احكي عليك، انا صديق للجميع. اكيد حق الرد المقاطعين مو حضرتك. نعم، لكل من ذكرت من الكتل. وايضا دائما احنا نعتب على الاخوان في الجبهه التركمانيه، يعني ما يتواصلون، دائما المقعد فارغ في برنامج بصراحة وقناة كركوك الفضائية للمدافع عن حقوقهم. ودائما يعني أما الإخوان العرب أو الكراد هم من يدافعون عن حقوق القومية التركمانية، لأنه أغلب القيادات التركمانية تتعذر عن الحضور ومكانتهم محفوظة ودائما حق الرد لهم مكفول، هم وأيضا بقية القوميات والمكونات. أشكرك جزيل الشكر دكتور ناظم الشمري رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، شكرا لتلبية الدعوة. شكر موصول لك سيد شهرزاد صمد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني وأيضا مسؤول ملف الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني. أشكرك جزيل الشكر وشكرا لتلبية الدعوة. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم، ألتقيكم في
الحلقة القادمة ومحاور أخرى. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.